النهارده ان شاء الله هناخد درس جديد الصف الثاني الاعدادي في منهج النحو. هناخد درس اسمه درس العطف. طبعا احنا عارفين طبعا العطف وقلنا قبل كده، بس ما خدناهوش باستفاضه زي دلوقتي. طول عمرنا واحنا في الابتدائي بناخد حروف العطف الواو والثم والفاء واو، ما كملناهمش. ما خدناش حتى كمان اعراب اسلوب العطف. فاحنا النهارده ان شاء الله هناخد اسلوب العطف وازاي نعمل، وهل حروف العطف اللي هي واو وثم والفاء واو بس، ولا في برضه غيرها بيعمل عملها؟ هناخد كمان لا وفاء ولكن. يبقى اول حاجه لازم تعرفها في العطف يا يوسف، لازم اول حاجه تعرفها في العطف ان هو اتباع لفظ اخر بواسطه حرف من حروف العطف. لفظ بيتبع لفظ تاني، لفظ بيتبع لفظ تاني بواسطه حرف من حروف الايه؟ العطف. لفظ بيتبع لفظ تاني بواسطه حرف من حروف الايه؟ العطف. طيب هناخد اسلوب العطف. اسلوب العطف يا محمد بيقول ايه؟ المعطوف عليه، وبعدين حرف العطف في النص، وبعدين المعطوف. المعطوف عليه يوسف، وبعدين حرف العطف، وبعدين المعطوف عليه. انا قلت لك نجح محمد وعلي. الاثنين ايه؟ شفت انت بتقول الاثنين ازاي؟ نجح محمد وعلي. لو بصيت كده، لو طبقت اسلوب العطف على محمد وعلي، محمد ده المعطوف عليه بيتعرف اعراب حسب موقعه في الجمله. يعني محمد ده يتعرف فاعل مرفوع على رفع الضم، ايه؟ والواو حرف عطف. وعلي اسم معطوف، هيبقى معطوف، هيبقى معطوف واعرابه زي المعطوف عليه بالظبط، هيبقى معطوف عليه مرفوع وعليه مترفع الايه؟ الضم. حروف العطف المعطوف عليه متبوع يعرف حسب موقعه في الجمله زي ما قلت لك، لكن المعطوف تابع يتبع المعطوف عليه في العرب، يتبع المعطوف عليه في العرب. ايوه. لو انت عارف حروف العطف يا يوسف، الصغنطه جايه دلوقتي عادي يعني، ماشي، هطلعك على السبوره وهحرجك. طيب حرف العطف، حرف الايه؟ العطف. وثم والفاء ودول احنا كنا شغالين عليهم طول الابتدائي. الواو جمع من شيئين في نفس الوقت دون ترتيب، جمع في نفس الوقت دون ترتيب. ثم حرف العطف، ثم ده بيعطي يعني حرف عطف. اولا يفوت الترتيب مع التراخي، يبقى حاجه حصلت الاول وفي فتره زمنيه وبعدين حصلت حاجه، زي مثلا نقول لك ايه؟ دخل محمد ثم احمد. دخل محمد الاول وبعديها بفتره دخل مين؟ احمد. طيب حرف الفاء يفيد السرعه مع الترتيب. يفيد السرعه ايه؟ مع الترتيب. حتى في التعبيرات الجماليه لما يجي لك حرف العطف الفاء بيقول لك ده اسلوب تعبير جميل يفيد السرعه. تعبير جميل يفيد الايه؟ السرعه. او بقى للتخيير، بخيرك بين شيئين، بخيرك بين ايه؟ حاجتين. ده اللي احنا كنا شغالين عليه طول اللي فات. احنا هنا هناخد زياده على فكره. ده حرف عطف بيعطف على بس بدون شروط، لكن احنا هناخده هنا ده لا وبال ولكن بشروط، وهناخدها برضه دلوقتي. لو بصيت بقى الامثله اللي انا كاتبها لك على السبوره ديت، اللي هو العطف والواو والثم والفاء، اول مثال عندي حضر المعلم والتلميذ. حضر محمد المعلم والتلميذ. حضر فعل ماضي، المعلم فعل مرفوع على الرفع والضمه، الواو حرف عطف، والتلميذ اسم معطوف او معطوف مرفوع علامه رفعه ايه؟ الضمه، لانه ده من التوابع. ده منين؟ توابع. مررت بالمدير فالمعلم. المدير هنا بالمدير ده حرف جر، والمدير اسم مجرور، فعل حرف عطف، والمعلم برضه معطوف ايه؟ معطوف ايه؟ علامة الإعراب ايه؟ مجرور، عشان المدير اسم مجرور، يبقى ده معطوف مجرور زيه. لو بصيت مررت بالمدير فالمعلم، المدير الأول وبعديه على طول مين؟ المعلم. زي ما بقول لك ايه؟ وقع الهاتف فانكسر، يفيد السرعة بس ترتيب. مررت بالمدير الأول وبعدين ايه؟ دور المعلم. طيب نزرعه القطن ثم نحصده، صح يا يوسف؟ ثم هنا تفيد الترتيب مع الطرف. نزرع الاول وبعدين لما يبدا القطن نحصده، او لما ينمو القطن ايه؟ نحصده. ثم يبقى القطن هنا مفعول به منصوب وعلامه النصب هنا الفتحه عشان نزرع نحن القطن. ثم حرف عطف، ونحصده اسم معطوف. تمام. نحصده فعل مضارع
محسوب اهو هيبقى ايه؟ فعل مضارع مرفوع على رفع هنا الضمه. هنا عطف ايه؟ عطف جمله على جمله ايه؟ محسوب. جمله على جمله على ايه؟ جمله. يبقى انا ايه؟ خلاص يا يوسف. بص يا يوسف، نزع القطن ثم ايه؟ محسوب اهو. نزع القطن ثم ايه؟ انا هقول هنا جالس العلماء او العلماء بتعمل ايه؟ المفروض دي منصوب على اسم الفاعل او اداء حرف عطف والعلماء اسم معروف منصوب على النصب. ده اللي يخص ايه؟ اللي يخص العطف بالباء بالواو ثم والفاء واو. هنكمل بقى الافعال ان شاء الله. كمل ايوه مش وقت بقى تعمل يا باشا. العطف بلا وبال ولكن. العطف بلا وبال ولكن. العطف بلا وبال ولكن. انا بقى نكمل اللي احنا قلناه في الاول. طيب العطف بلا وبال ولكن احنا قلنا بشروط. ايه الشروط؟ انا هقولها لك دلوقتي خلال الشرح. بيقول لك ايه؟ فاز المجتهد او فاز بالجائزه المجتهد لا المهم. فاز بالجائزه بالجائزه المجتهد لا المهم. فين هنا المعطوف عليه؟ المجتهد هو حرف عطف فين؟ لا. ده المعطوف. ده ليه؟ المعطوف. لو بصيتوا كده لا هنا المجتهد ده فعلا مرفوع علامه رفعه ليه؟ الضمه. والمهمل دوت هيبقى معطوف مرفوع علامه رفعه ايه؟ الضمه. ماشي يا محمد؟ ماشي استاذ. طيب هو يعني شرط لا هنا ايه؟ اول حاجه قال لك اثبات او حكم. اثبات حكم لما قبله ونفي ما بعده. يعني انا بثبت ان المجتهد هو اللي بيفوز بالجائزه مش المهمل. خلاص يا ابني؟ يبقى هنا لا ديت حرف عطف. حرف ايه؟ عطف. طيب اللي بعديها خلي بالك عشان لا دي بيجي لك لا النهائيه ولا النافيه. لا النهائيه في اسلوب النهي ولا النافيه في اسلوب النهي وهكذا. احنا دلوقتي شغالين على لا اللي هي حرف عطف او لا العطف او لا ايه؟ العطف. طب لا مصاحب الاشرار الاسلوب النفي اهو. بل الاخيار. لا هنا اداه نفي. لا هنا كانت ايه؟ نفي. طيب بل اداه عطف. بل حرف عطف. يبقى انت عندك الاشرار معطوف. الاشرار معطوف عليه والاخيار اسم عطف. طب بصوا كده. طب شرط بل ايه؟ قال لك هنا اثبات اللي بعد. يعني انا بنفي ما قبلها وبثبت ما بعدها. يبقى انا بثبت هنا اللي انا هصاحبه مش الاشرار. خلاص؟ طيب اللي بعديها صاحب الذكي بل الامين. دي بتفيد الادراك. يعني ايه الادراك؟ يعني نفي ما قبله صاحب الذكي بل الامين. الاثنين كويسين. بس انا بقول لك حاجه كده ايه؟ بقول لك مامورك امر وبرجع في كلامي عنه وتنفذ حاجه بدايه زي ايه كده؟ صاحب الذكي يا سي محمد. صاحب الذكي ده لو قلت لك مثلا الامين بيتردد المدرك. مثلا انت بتقول بيتردد بين ده وده. بس انا بقول لك يعني انا كنت امرتك امر بس عملت له عمليه